الماتش خلص امبارح وفرحنا كلنا كأهلاوية، ولكن حابب اقول كلمة مهمة قوي للزملكاوية. مش هنقول الفرق بيننا وبينكم بطولات وحاجات وارقام واحصائيات. الفرق بيننا وبينكم يا جماعة احنا ما بنفرطش في الفرحة. احنا نقول بقى روجيتا لنادي الزمالك ده في كورة وفي كل المجالات وفي مجلس إدارة. احنا ما بنفرطش زيكم في الفرحة. احنا ما بنقفرش في الفرحة. تجيبوا مدرب تطلعوه سابع سما بمجرد ما يكسب ماتشين تلاتة، تجيبوا لعيب من اي حتة تطلعوه سابع سما بمجرد ما يلعب ماتشين تلاتة حلو قوي يسجلوا جولين تلاتة. بتكسبوا بطولة سواء كاس مصر ولا الدوري، تحسسوا انكم انتوا خدتوا كاس العالم. والله العظيم هي الدنيا مش كده. هي الدنيا مش كده. لو الوصول للقمة سهل، الحفاظ عليها صعب. انت وصلت للقمة مرتين، كانت سهل. هتحافظ عليها؟ مش هتعرف تحافظ عليها. ليه؟ الافراط في الفرحة. اعلام بتاعكم مزيف، مجلس الادارة بتاعكم مزيف، الجماهير بتاعتكم نفسها مزيفة. الجماهير بتاعت الزمالك نفسها مزيفة، عايزة اي انجاز تستر نفسها بيه. ما ننكرش شئنا وابينا، نادي الزمالك نادي كبير وهو القطب الثاني لمصر بعد النادي الاهلي، ولكن يا جماعة خطوة نقطة ومن أول السطر. الأهلي دايما دايما في استمرار إن هو عايز الأحسن وعايز الأفضل دلوقتي الإعلام الأهلي الأهلاوي قايم على إيه؟ قايم إنك أنت ما ينفعش بحق ده الأذان. الله أكبر، الله أعظم، وشغل الناس ورحمة الله. قايم على ايه؟ قايم دلوقتي انك انت ما ينفعش انك انت تروح كاس العالم وتجيب برونزيه تاني. لازم تلعب بقى الجديد. جبت 3 برونزيه، لازم تلعب الجديد على اول او تاني. تلعب على النهائي على اول او تاني. ده الطموح. البرونزيه بعد كده مش طموحنا. هو ده الاهلي. انما انتوا بتعظموا في اللعيبه وتمجدوا في اللعيبه، في الاخر اللعيبه فوق مره واحده طق في الارض. حتى ما عندهمش وسطيه. لعيبه مصر حتى بطبيعتها ما عندهمش الوسطيه. هي دي روجيتا من الاخر. لازم جماهير الزمالك، اعلام الزمالك، مجلس اداره الزمالك، لعيبه الزمالك ما تقفش على انجاز، ما تقفش على فوز ماتش، ما تقفش على فوز كبيره، ما تقفش على اداء كبير. نقطه من اول السطر. عدي، خلي ده الطبيعي بتاعك، خلي ده النورمال بتاعك. هو ده الفرق اللي بيننا وبينكم. هو ده الفرق اللي بيننا وبينكم. مش فرق ارقام بس ولا بطولات بس ولا احصائيات بس ولا حاجه. لا، احنا فرق بيننا وبينكم في العقليه. العقليه مش بحفل والله. فرق بيننا وبينكم في العقليه. لو اعلام الزمالك ولاعيبه الزمالك وقدامى الزمالك ارتقوا في العقليه، هتلاقي الزمالك في حته غير كده. جمال عبد الحميد طالع امبارح يقول لك الحكم مرتشي ولا مش عارف الحكم اهلاوي. يا راجل ده حكم سلوفين. اي حاجه، اهم حاجه ان هو ما يجيبش لعيب على فرقته. اهم حاجه انه ما يجيبش لعيب على ناديه. لا، اهبط في اي حاجه. هو ده الفرق. اهبط في اي حاجه. هو ده الفرق. ما تجيبش لعيب على ناديك ابدا. ارتقوا شويه والله هتبقوا ماشيين مع الاهلي كده. لكن طبعا عقليتكم هي اللي موصلاكم لكده. والله مش اكتر ولا اقل. عقليتكم هي اللي مودياكم في داهيه.